احب اقول لك عزيزي المشاهد ان ماتش الزمالك والداخليه بدأ، واول 6-7 دقايق احنا كزملكاويه ما شفناش حارس نادي الداخليه لابس ايه. والله لسه لحد الان ما شفناش حارس الداخليه لابس ايه، والداخليه هي اللي ماسكه كوره وبتلعب عليها كوره، وانا كزمالك قاعدين مريحين فطسانين داخل الملعب. ربنا يستر وسيناريو مولديه بوسالم ما يتكررش النهارده. سكر حلوة الدنيا، سكر حاتم سكر مش عارف يباصي كورة، مش عارف لا يستخلص كورة ولا يباصي كورة. يعني احنا عاوزين نتعلم ألف ب باصي كورة، ألف ب استخلص كورة، وبعد كده نبقى نلعب كورة. يا سوادي نادي الداخلية ماسك عليا كورة ومستحوذ على نص الملعب، وابراهيم نضاي بيحلق وبيحوش، والحق الحق ايه الداخلية هتعملها ولا ايه؟ ايه حاتم سكر برضو بيحلق زي ابراهيم نضاي، لعيبه الزمالك بتحلق. يا جون العارضه، الحمد لله. يخرب بيوتكم، يخرب بيوت البيوت اللي جنب بيوتكم، ويخرب بيوت اللي لعبكم كوره. خرجتوا محمد صبحي عن شعوره، محمد صبحي كان هيسب لهم دلوقتي. الداخليه عامل مني بطاطس محمره. نادي الداخليه لحد الدقيقه 14 لحد الان يعني عامل مني بطاطس مهروسه ومحمره، وعامل مني كفته، عاملني كفته والسلطه جايه في الطريق. ومحمد صبحي هيمسك دفاع نادي الزمالك دلوقتي هيطلع عينه. انا حاسس ان محمد صبحي هيضربهم دلوقتي. ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل مع نادي الزمالك؟ ضربه ركنيه طبعا. يا دين النبي يا جدعان، يا دين النبي، انا مش مصدق نفسي، انا في غايه السعاده. لا احنا ما حطيناش جون، بس عشان ما تفكرش ان احنا حطينا جون. انا خلاص شفنا عماد السيد وجبنا جون سيف الدين الجزيري جاب جون عن طريق مين؟ شيكابالا بيعمل اسيست لمين؟ لسيف الدين الجزيري عشان نسجل الهدف الاول في عماد السيد. احنا كنا مدكنين يا جماعه، نادي الزمالك كان مدكن، مش عاوز يشوف عماد السيد او مش عاوز يورينا جون عماد السيد الا لما نسجل هدف. قال هو هيعملها لنا مفاجاه، نوريكم الجون وفي نفس الوقت نسجل جون. ما شاء الله الهدف الاول لنادي الزمالك، وان شاء الله هنكسب 5. من اين اتيت بهذا الاسوريو؟ يعني انا عايز افهم من اين اتيتوا بهذا الاسوريو يا جدعان؟ انتوا جبتوا الراجل ده منين؟ الراجل ده بيلعب بطريقه لعبه يا جدعان بقسم بالله يعني تخلينا ما هبص هنكسر التلفزيون ونكره نفسنا وكرهنا في الكوره. الراجل ده بيلعب بطريقه 3-2-4-1 للي مش فاهم طريقه لعبه، لان اغلبيه الناس مش فاهمه الراجل ده بيلعب ازاي. الراجل ده بيلعب ب3 قلب دفاع، من ضمنهم حاتم سكر وحمزه المسلوسي، الباكين خلاهم قلب دفاع. دي في حاله لو احنا معناش الكوره. لو احنا معانا الكوره بقى يلعبوا باكات عادي، والعب بقلب دفاع واحد، والعب قدام منهم ب2 ديفندرات اللي هو دونجا ورؤى مودريتش، وبلعب ب4 قدام منهم بقى اللي هو ابراهيم نضاي، وجنب منه بقى شيكابالا وزيزو ومصطفى شلبي، والعب بقى بسيف الدين الجزيري راس حربه صريح. طب يا باشا هي لعيبه نادي الزمالك دي عندها اصلا لياقه بدنيه عشان تلعب بالطريقه دي؟ عشان تلعب بالطريقه دي لازما الرباعي الامامي لازما يكون عنده لياقه بدنيه عاليه جدا، وبيأدي الواجب الدفاعي قبل الهجومي. بص لعيبه نادي الزمالك اللي قدامي، يعني بص لشيكابالا وبص لابراهيم نضاي وبص لزيزو، بيجروا بالعافيه. الناس دي بتجري بالعافيه. يعني الناس دي لو عملت عليها هجمه مرتده او ضربت خط النص شلوحتنا. ده الناس راحت علينا 10 مرات وما عرفوش يسجلوا. يعني الشوط الاول الناس دي لو عندها شراسه هجوميه او عندها مهاجم فت، الشوط الاول يخلص 4 يا سعاده الباشا. بتعمل ايه يا زيزو يا للزملكاويه بيقولوا عليك افضل من ابو تريكه؟ بتعمل ايه يا زيزو؟ بتشوط ايه يا زيزو؟ انت من بعد ماتش اسوان، من بعد قطر السعاده اللي راح اسوان انت ما جيتش مع القطر، من بعد ما رئيس نادي الزمالك قال اللعيبه بتاخد منشطات وحشيش، لا عارف تباصي ولا عارف تشوط، حتى ركله الجزاء مش عارف تسجلها. طب سجلها عشان نقول ان انت زي ابو تريكه. طيب سجلها، مش شرط تلم 1 و2 وتحط جون زي ابو تريكه. يا عم حط ضربات الجزاء، ما بقتش عارف تحط ضربات جزاء. طب نعمل ايه تاني يا جماعه؟ الهدف التاني نادي الزمالك بيضيع واحنا هندفع ضريبته دلوقتي. الداخليه هتتعادل معانا عشان احنا وحشين. الداخليه بتسجل فيها التعادل من ركله جزاء. اتعلمت يا زيزو؟ شفت يا زيزو ضربه الجزاء بتتسجل ازاي؟ يا جدعان بقسم بالله لو سالوك عن الكوميديا في مصر قول لهم ابحثوا عن نادي الزمالك، دوروا عن نادي الزمالك ملك الكوميديا في مصر.
نادي الزمالك بيتعادل مع الداخليه. يا جماعه احنا بننافس مسرح مصر على قناه الزمالك وداخل ارضيه الملعب، سواء من لعيبه الزمالك او من اعلام الزمالك. الداخليه يا جدعان، يا اللي بنطلع نتنمر على النادي الاهلي بعد ما يكسب اي ماتش نقول اصل الترجي ضعيف، اصل صن داونز ضعيف، اصل الوداد ضعيف، اصل بطوله دوري ابطال افريقيا ضعيف. الاهلي لما راح كاس العالم قال لك اصل اوكلاند سيتي ضعيف، اصل سياتل الامريكي ضعيف. طب نعمل ايه؟ طيب الاهلي يعمل ايه عشان تقتنع ان هو بيلاعب انديه قويه؟ لا، يلاعب الداخليه، يكسب الداخليه 5 يقول لك ده الداخليه مفوته. طب ما انت بتلاعب الداخليه اهو مش قادر تكسبها. يا حزن الحزن، بقسم بالله يا حزن الحزن. ما انا بقول لك لو سالوك عن الكوميديا في مصر قول لهم ابحثوا عن نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي بيخسر في كاس مصر من بني عبيد مركز شباب بني عبيد، ثم بيخسر من ولايه دشنا فريق عباسط عبد الصمد. ايوه احنا مسمينه كده، هو اسمه فريق عباسط عبد الصمد بتاع ولايه دشنا. بيكسب نادي الزمالك في الكونفدراليه في دور ال 32 وبيتاهل لدور ال 16 وبيطردنا احنا بره البطوله. حتى مولديه ابو سالم ياخد مني دوري ابطال افريقيا اللي عمره ما فكر في يوم من الايام ان هو ينافس يوصل للمربع الذهبي، بياخد على حسابي انا دوري ابطال افريقيا. ابو سالم منك ليه؟ تعالى كده عزيزي المشاهد شوف ترتيب جدول الدوري. ادي الداخليه يا جدعان في المركز ال 16، يعني القبل الاخير. الداخليه يا جدعان عندها كام نقطه؟ ده احنا يا جدعان، ده احنا هنموت بقسم بالله. عندها يا جدعان 28 نقطه، الداخليه عندها 28 نقطه. يعني الداخليه لعبت 29 ماتش، اتعادلت في 5، خسرت 11، كسبت 13 في 13 ماتش. طب انا ليه انا بخسر من الداخليه وبتعادل من الداخليه ليه؟ انا بتعادل مع الداخليه ليه؟ الداخليه اللي هي في المركز ال 16 بتتعادل مع نادي الزمالك وعامله عليها جيم ممتاز. ايوه يا ابني، الداخليه النهارده حطت عليا، الداخليه النهارده دست على وشه. وطبعا احنا خلاص في الدقائق الاخيره ناقص دقيقتين اهو، الزمالك عمال يعك، الكرسي هيقع بيا بقسم بالله، الكرسي ما مستحملني، الكرسي عشان عارف ان انا زملكاوي ما مستحملني، عاوز يخلص مني، عاوزني اقوم من عليه بقسم بالله. الكرسي خلاص بيزيق من كتر الفرق اللي احنا كزملكاويه بنفرقه. احنا بنفرق في ماتشاتنا وبنفرق في ماتشات النادي الاهلي. يا جماعه نادي الزمالك ده مش للتشجيع. نشجع مين يا عم؟ يا عم تشجع مين يا عم؟ ده قاعدين بيهاتوا وبيقولوا لك ان احنا هناخد الدوري. دوري مين يا ابني؟ يا ابني ده انت تحمد ربنا ان رابطه الانديه اجلت ماتش القمه بين الاهلي والزمالك. الراجل ده بيلعب بطريقه بقسم بالله فشخانه، مخليها الزمالك فشخانه من ورا ومن قدام ومن كل حته. 3-2-4-1 دي ازاي؟ انا مش فاهمها مع اللعيبه دي ازاي؟ انا مش فاهم حاجه. يلا يمكن ربنا يكرمنا كده ونجيب جون المكسب ممكن، بس احنا مش الاهلي. بلس 90 ده اتخلق عشان النادي الاهلي. في انديه اتخلقت عشان البلس 90، في انديه اتخلقت عشان تفرح الجماهير، وفي انديه اتخلقت عشان تنكد على جماهيرها. الداخليه ماسكه كوره ولعيبه الزمالك عماله تطبش وتخبط ويلا اهو بنعمل بفلوسنا اللي احنا واخدينها. ما هي دي اخرهم يا جماعه، دي اخر امكانيات نادي الزمالك، دي اخر امكانيات نادي الزمالك. حسب الله ونعم الوكيل والله العظيم. الواحد ما عارف يقول ايه، الواحد ما عارف يقول ايه ولا يعمل ايه. يا جماعه ارحمونا، ارحموا عزيز قوم ذل. يا جدعان الناس دي ذلت نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، ذلت تاريخ نادي الزمالك. صفر يا عم واخلص، اصل يقف يجيبوا فينا جول. الحمد لله صفر، تعادل، شابول الزمالك واللعيبته والجمهور اللي بيطلع يهاجم فينا. ونشوف بقى اعلام نادي الزمالك هيطلع يقول ايه. سلام عليكم.